السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما كتشاهدوا معنا هذا فص للدجاج. كما كتشاهدوا هانتوما عامر يعني بالميكات، بزاف ديال الحوايج، يعني فيه خاصو يتنقى ضروري باش الدجاج يكون في حالة جيدة. الا ما كانش الدجاج غيلقى المبيت ديالو فيه نقى، يكون اكيد غيكون مريض. مين كتجي هاد الميكوبلازما وهاد الجدري وهاد الامراض، الالتهابات للدجاج او الامعاء، يعني بزاف ديال الحوايج كيجيو للدجاج من هاد الاوساخ اللي كاينه كما كتشاهدوا. يعني انا كنت ديجا يعني مقابل هادشي هذا، ولكن عندي شي ظروف خلاتني نبعد على الدجاج. شوف كما كتشاهدوا هادشي السيد هذا اللي كان مخليني مقبل هادشي هذا، شو على حاله. شوف هاد الشيء هذا راه ماشي معقول الصراحة، والله العظيم بالله. هاد الناس هادو اللي ما عندهم علاقة بتربية الدجاج يبعدوا من الدجاج، يبعدوا من الدجاج كيبغي النظافة، يبغي العناية، يبغي بزاف ديال الحوايج زوينين. هانتوما كما كتشاهدوا انا غنقوم ان شاء الله بهاد العملية ديال النظافة، وغنوريكم كيفاش غيولي هاد الفص حتى الاخير. هاد العمليه ديال درتيها مره في السيمانه راه مزيانه، كتخلي الدجاج ديالك في حاله جيده، ما كيتعرضش للامراض، ما تيتعرضش لبزاف ديال الحوايج. كيبقى ديما مزيان، وفي نفس الوقت كيكون بيض مزيان، تتكون الامور مزيانه. هانتوما كما كتشاهدوا غنقوم بعمليه تنظيف هاد الفص او هاد الكوري ديال الدجاج. هانتوما انا دابا حاليا شاديه بيد وكنصور بيد. جبت هاد البنوات هادو درت فيهم هاد التبن. ديجا التبن ديالي هذا ديال الفول ولا داير فحال هكا، ما كنرميش، كنخليه للدجاج. هانتوما كما كتشاهدوا هادو البلايص فين تا الدجاج ملي يلقى البلاصه نقيه راه كيولد ضروري يعني كيقلب على البلاصه اللي غيرتاح فيها. هانتوما كما كتشاهدوا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تباركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجه مرحبا والف مرحبا. زدنا ليه حتى هاد الكيز. الدجاج كيبغي دوك العلايات، هنا فين كيبات في العلايات. لما كانوش عندك علايات هي بلا ما دير الدجاج اصلا كيبغي يقلز، حيت الدجاج شحال هادي كان كيعيش فوق الاشجار، يعني كيدير المبيت ديالو فوق الاشجار في العروبيات. دابا حاليا حنا كنديروا هاد الدومين ديال الدجاج هذا، يعني تربيه الدواجن كما كتشاهدوا. كنزيدوا بعض الحضانات المبيض، وفي نفس الوقت هاد الماء راه ما صالحش نهائيا، خصك تبدلو كل 3 ايام. في الصيف راه خصك تبدلو يوميا تقريبا. هذه واحد الطونه كندير فيها الماء ديال البير. ملي كيكون عندي الماء ديال البير يعني زايد، كنعمرها بالماء، كنخليها ربما يكون واحد النهار ما عندهمش الماء، كتكون ديما عامره هذه ومغسوله ومنقيه. هانتوما كما كتشاهدوا سمعه سالينا، ورجعنا هاد المبيت ديال الدجاج. شوفوا بدلنا الماء. هانتوما هادي يعني باش الدجاج يكون عندك في حالة جيدة خاصك توصل لهاد يعني لهاد المراحل. النظافة، حيت النظافة إلا ما كانتش النظافة راه ما كاين والو، حيت النظافة هي اللي كتخلي الدجاج ديالك يكون فيه حالة جيدة. وصلنا للأخير، وكنقول لكم مع السلامة وعيدكم مبارك سعيد، والأمور راه مزيانة دابا. تهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة.